لو عملتي شعرك فرد او بتفكري تعملي شعرك فرد بروتين او كيراتين او فرد بالاحماض فالفيديو ده يهمك. الحقيقه ان اغلب الناس لما بتعمل الفرد بتبقى عايزه تحافظ على شعرها اكبر قدر ممكن، ومش بيبقوا عارفين ايه الروتين او افضل حاجه صحيه للشعر بعد الفرد. عشان كده في الفيديو ده هقول لكم التفاصيل. اول حاجه عندنا ان احنا نستخدم شامبو طبي يكون خالي من السلفيت. ليه خالي من السلفيت؟ الشامبوهات العادية أو الشامبوهات التجارية دي بتكون قوية جدا على الشعراية، بتفرغ الشعر من الكيراتين اللي موجود فيه. الحاجة التانية إن هي بتعمل جفاف للشعر، فبالتالي مع الوقت ممكن يودينا لحتة التساقط. طيب تاني حاجة عندنا في الروتين إن إحنا بنستخدم بلسم للشعراية. ده بيديها درجة من النعومة، وكمان بيقفل طبقات الكيراتين والكيوتيكل اللي احنا كنا فتحناها عشان نعمل الفرد. تالت حاجة في التصفيف معانا هو ان احنا نستخدم السيرم. ليه السيرم؟ السيرم بيغلف الشعراية وبيديها طبقة من الحماية. كمان هو بيكون فيه مواد مفيدة للشعرية نفسها، مش للسكالب أو مش للفروة. بيبقى فيه مواد مفيدة للشعرية نفسها على حسب طبعا السيرم. فبالتالي يعني بنحاول نعالج الشعر من الكوارث اللي حصلت من آثار الفرد. فهو أنسب حاجة للتسريح ولا الكريم ولا الزيت، أو أنسب حاجة هو السيرم اللي بيكون فيه سيليكونيت. طبعا بنمشي على روتين كامل من اول الشامبو زي ما قلنا لحد بعد كده البلسم بعده على طول، بعد كده التصفيف عن طريق السيرم. ممنوع تماما ان احنا نستخدم الشامبوهات التجارية العادية، هيضيع الفرد او تأثير الفرد اللي احنا عملناه في اقرب وقت ممكن. فلو عايزين نحافظ على الفرد اللي احنا عملناه هنستخدم اهم حاجة الشامبو يكون خالي من السلفيت والسيرم للتصفيف. لو عندكم اي استفسار تقدروا تسألوني في التعليقات.